حاجة جديدة قررت إن أنا أعملها في الchannel عندي، وهي إن أنا أعمل مراجعات لحلقات كونان، خاصةً بعد ما نزّلت مراجعة لفيلم كونان ال27 والمراجعة الحمد لله جابت views كويسة، يمكن هي أكتر مراجعة جابت views عندي على الchannel، فقررت إن أنا أعمل مراجعة لحلقات كونان. كنت ناوي إن أنا أبتدي بالحلقات اللي هي الcanon اللي هي ليها علاقة بالمانجا، لكن واضح إن إحنا مطوّلين في الحلقات الfiller. ففي حلقتين filler نزلوا والحلقتين دول عجبوني، تحديدًا الحلقة 1128 والحلقة 1129 والحلقتين مرتبطين ببعض لأن هم مكملين لبعض، فإن شاء الله النهارده هنتكلم دردشة ومراجعة خفيفة عن الحلقتين دول. قبل ما نتكلم عن الحلقتين بتوعنا، حابب أقول لكم إن أنا مش باميل أوي إن أنا أتفرّج على حلقات الfiller في أي anime، يعني مش باركّز أوي في أي anime على الحلقات الfiller وباعمل لها skip في أغلب الأوقات، بس أوقات لمّا بيوحشني كونان فباخش ألاقي حلقة حتى لو هي filler باخش أتفرّج. ما انكرش إن دول من أكتر حلقات الfiller اللي هم عجبوني، لإن فيهم مميزات كتير. الحلقتين 1128 و1129 هم حلقتين مكملين لبعض تحت عنوان كونان and Meagre's two hostage زي ما هو مذكور يعني باللغه العربيه كونان ورهينتي اللي هم بتوع ميجري، اعتقد على ابلكيشن سبيس تون الاسم برضو زي ما هو. الحلقتين دول بيحكوا ببساطه شديده ان كونان بيكتشف ان في طفل مخطوف من شخصين او زوجين، يعني ان هو قابل يعني راجل وست. بيكتشف ان في طفل معاهم هم خاطفينه، فبيحاول ان هو ينقذ الطفل ده عن طريق ان هو بيعمل حاجه معينه من حركات كونان اللي احنا بنحبها، وان هو بيبدل هدومه مع الطفل ده، وكونان هو اصبح هو اللي مخطوف والطفل ده بيرجع لمكانه تاني. عجبني جدًا في الحلقتين دول طريقة السرد في الحلقتين دول مختلفين جدًا عن طريقة السرد اللي إحنا متعودين نشوفها في حلقات كونان. في flash back وflash forward وبيروحوا وبييجوا، وبنكتشف المعلومات عن طريقة السرد المختلفة، فدي حاجة عجبتني جدًا في الحلقتين دول. عجبني في الحلقتين دول إن في plot twist، أنا حاسس إن اللي مألف الحلقتين دول واحد عنده ابتكار سينمائي جدًا أكتر منه ابتكار أنمي. في plot twist في الحلقة، فواضح إن في مميزات جدًا، جدًا، جدًا في كتابة الحلقة دي. في حاجة برضه عجبتني، هي حاجة غريبة شوية، إن أنا لأول مرّة أشوف في أنمي إن هُم بيشربوا أيكوس. إيه الأيكوس دي؟ لو حد ما يعرفش، هي السيجارة الإلكترونية، دلوقتي بقت ترند منتشر جدًا في مصر وفي كذا دولة عربية أعتقد. إن شُفت في أول الحلقة بتاعة 1128 إن الشخص كان قاعد ماسك السيجارة الأيكوس، واستغربت جدًا إحنا وصلنا للأيكوس في كونان. فما شاء الله كونان واضح إن هو بيتأثّر دايمًا وبيستخدم الtrends اللي موجودة في العالم من أول ما ابتدى، وده بنشوفه في الحلقات. عجبني برضه في الحلقة دي زي ما قُلت الflash back والflash forward إخراجيًا بقى أكتر منه كتابيًا برضه، إن هنا في الإخراج اتعملت بطريقة كويسة جدًا. كمان كتابيًا بقى وإخراجيًا عجبني عنصر التجديد اللي موجود في القصة، لإن إحنا شُفنا قضايا خطف كتير جدًا في كونان، يعني ممكن نكون شُفنا ما لا يقل عن 50، 60 جريمة خطف في حلقات كونان، بس المرة دي حسيتها مختلفة فعلًا وعجبتني وما تحسش أوي إنها filler. من الملحوظ كمان في الحلقات دي هو اختفاء تام لتوجوموري وران وفرقة المحققين الصغار وهايبرا وبروفيسور أجاسا، فما فيش حد خالص ظاهر في الحلقة باستثناء كونان وباستثناء ميجوري يعني تاكاجي والمفتشين اللي هم بتوع الشرطة، وساتو ظهرت برضه. ففي اختفاء تام للشخصيات الموجودة في الانمي، ومتركزة الحلقتين حوالين كونان وحوالين الشرطة يعني. من الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش للأسف في الحلقة، ويمكن دي أكتر حاجة ما عجبتنيش في الحلقة تحديدًا 1129 لمّا جُم حلّوا اللغز بتاعنا. حلّوا اللغز بطريقة، وأنهوا لغز برضه عشان برضه أبقى دقيق يعني الناس اللي شافت الحلقة هتبقى فاهمة. لغز الشقة، موضوع الشقة ده اللغز ده الصراحة حسيته إن هو اتحل بطريقة ساذجة جدًا، مش بطريقة زي ما إحنا متعودين عليها في كونان. ما انكرش إن كان فيها نوعًا ما ابتكار في حاجة معينة اللي هي حصلت في الموبايل عشان برضه ما أحرقش، بس ما عجبتنيش طريقة الحل، حسيتها ساذجة، وإن هم وصلوا للمكان بطريقة سريعة جدًا وبطريقة بسرعة. ما حسيتش إن أنا كنت محتاج إن أنا الرحلة هنا تطول شوية، وإن أنا أشوف حاجات معينة أو معاناة شوية في إن هم يوصلوا للمكان، بس حسيت إن هم وصلوه بطريقة سهلة جدًا وبطريقة بسيطة. عجبني بقى برضه علاقة كونان بالناس اللي كانت خاطفاه، برضه الناس اللي شافت الحلقة هتبقى فاهمة قصدي كويس. العلاقة كانت لطيفة شوية. بس كده، ده كلام اللي أنا عجبني في الحلقة
ال1128 1129 والحاجات برضو اللي ما عجبتنيش. يهمني انتوا ايه رايكم اولا في الحلقه، قولوا لي رايكم في الحلقتين في الكومنتات. ثانيا قولوا لي ايه رايكم في فكره ان انا اعمل دردشه او مناقشه او مراجعه وات ايفر هنسميها ايه لحلقات كونان. وهل لو انتوا حابين المناقشه دي تفضل مكمله، اركز اكتر على الحلقات اللي هتبقى كانون اللي هي مانجا ريليتد، ولا اركز على كل الحلقات بشكل عام سواء كانت تخص المانجا او سواء كانت تخص الانمي بشكل عام اللي هي التي في شوز او الفيلرز زي ما هم بيسموها يعني. بس انا صراحه ما وعدتكوش ان انا هعمل لكل الحلقات الفيلر مراجعه، ممكن اعمل الحلقات المانجا بس برضو قولوا لي رايكم يعني. هعرف من عن طريق الفيوز ومن عن طريق اللايكس ومن عن طريق السبسكرايب والانتراكشن عامه اللي بيجي من الفيديو، لان دي حاجه بتفرق جدا. لو انا لقيت الحلقه عملت كويس ولقيت حلقات كونان بتعمل كويس بصراحه هكمل يعني. ما انا صانع محتوى، رحت وجيت بشوف الاودينس عايزين ايه او الجمهور عايز ايه. فانتوا برضو يهمني تفاعلكم، وما تبخلش عليا بسبسكرايب يعني، ما تبخلش عليا. وان شاء الله مش هتكون اخر مره نتكلم فيها عن كونان ولا اخر مره نتكلم على الانمي بشكل عام. وعدتكم بالكلام ده في فيديو مراجعه فيلم كونان ال 27. لو ما شفتوش روح شوف الفيديو. ولو عجبتك الحلقه يا ريت بقى تدعمني زي ما بقول لك بالشير واللايك والسبسكرايب، لان الحاجات دي بتفرق قوي 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 قوي. واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.